أزمة تعليمية حادة. رئيس الحكومة المغربي يثير التوتر مع الأساتذة المتعاقدين. رفع رئيس الحكومة المغربي أخنوش سقف التوتر في الساحة التعليمية، حيث وجه تهديدات صارمة للأساتذة المتعاقدين، مما أثار مخاوفا بشأن مستقبل التعليم في البلاد. يعيش الأساتذة المتعاقدون في حالة من عدم الاستقرار بسبب التهديدات الحكومية، مما يفتح باب التساؤل حول مستقبل التعليم في المغرب. تتجلى التحديات في تأثير هذه الخلافات على جودة التعليم واستقرار البيئة التعليمية. وفي هذا السياق يطالب المعنيون بضرورة إيجاد حلول فورية لهذه الأزمة التي تؤثر على الطلاب والأساتذة على حد سواء. يأتي هذا في وقت حرج يتطلب فيه الوقوف عند مفاصل التعليم والتفكير في مستقبل النظام التعليمي في المغرب. تصاعد الجدل: هل تؤدي تصريحات رئيس الحكومة المغربية إلى تفاقم أزمة التعليم؟ رفع رئيس الحكومة المغربي أخنوش منسوب التوتر في المشهد التعليمي بتوجيه تهديدات لاذعة للأساتذة المتعاقدين، مما أثار موجة من القلق حول مستقبل التربية في المملكة. مع تأثير هذا النقاش الحاد، ينبغي على القوى الرسمية البحث على حلول فعالة تحقق التوازن في احتياجات المتعلمين، تحقق التوازن بين احتياجات المعلمين واستدامة نظام التعليم. وتتساءل الجماهير التعليمية: هل يمكن أن تكون هذه التهديدات بمثاب إشارة إلى انفراج أم إلى تفاقم المشكلة؟ فيما يتعلق بالطلاب وأولياء الأمور، يزداد القلق حيال استمرار الأزمة وتأثيرها على جودة التعليم واستمراريته. تأتي هذه التطورات في وقت يتطلب فيه الوضع الحساس تكاتف الجميع للبحث عن حلول تضمن مستقبلا تعليميا مستداما وفعالا في المغرب. غضب والسيا وأولياء الأمور يعبرون عن استيائهم من تصريحات رئيس الحكومة المغربي. تصاعدت مشاعر الغضب والاستياء بين أولياء الأمور في المغرب إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة حول الأوضاع التعليمية. يعبر الأهالي عن قلقهم إزاء تأثير هذه التصريحات المثيرة للجدل على مستقبل تعليم أبنائهم. تساءل الأهالي عن مدى تأثير هذا الغضب على العملية التعليمية والظروف المدرسية لأطفالهم، يتطلعون إلى فهم أفضل للرؤية الحكومية حيال التعليم، ويطالبون بتبني حوار بناء يحقق التواصل بين الأسر والجهات الحكومية. هذا الغضب يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول تلبي تطلعات أولياء الأمور وتعزز تحسين الظروف التعليمية في المغرب.